النقطة الثانية، كيف أتوب؟ إيه هي الخطوات العملية اللي ابتدي إن أنا أقدم بيها توب؟ أقول لك في نقطتين أساسيتين عشان الواحد فينا يقدر يتوب. أول حاجة، يكون جوايا من جوا رغبة في التوبة. أسأل نفسي، هل أنا فعلا حابب ولا بقول كلام؟ أحيانا الواحد فينا يقول إيه، عيد ميلادي جه وهبتدي سنة جديدة من عمري، ابتدي إيه، يلا بقى المفروض أعزم على التوبة والعودة إلى الله. احنا في سنة قبطية جاية، هو عيد النوروز قربنا، هنبتدي سنة قبطية جديدة، فنبتدي العودة إلى الله. أو في شهر ديسمبر كده نبتدي نفكر نقول لا احنا خلاص هنبتدي سنة جديدة، نرجع لربنا. شوية أخد خطوة ولاقي نفسي إيه، راجع تاني لحالتي الأولى. لكن أهم حاجة يكون عندي الرغبة من جوايا في ترك الخطية، وده أهم حاجة. لو ما كانش عندي الرغبة دي، مع أول تجربة هقع وارجع تاني. عارفين زي إيه؟ لما تلاقي واحد وزنه زاد قوي، ويروح له دكتور ولا حاجة يقول له خلي بالك وزنك صعب قوي، لازم تخس. فالدكتور عشان يحفزه إن هو يخس يقول له خلي بالك السمنة أضرارها إيه، 1 2 3، تجيب أمراض مزمنة، تعمل وتسوي فيك. يبتدي يعرفه بخطورة المرض، بخطورة السمنة، فيبتدي هو يفكر ياخد القرار. فاحنا عشان نعزم على التوبة ونقرر ان احنا نرجع لربنا ويبقى عندي الرغبة، لازم اعرف الاول ماذا تفعل الخطية. المرض اللي اسمه الخطية ده بيعمل فيا ايه؟ اول حاجة، الخطية تفقد الانسان سلامه. الانسان اللي بيحيا في خطية بيبقى مضطرب، بيبقى قلقان، ما بيبقاش عنده سلام. آدم لما كان قبل الخطية كان مبسوط وسعيد، ولكن لما أخطأ ربنا بيقول له أين أنت؟ قال له سمعت صوتك فخشيت، أنا استخبيت كده وبعدت. ليه يا آدم؟ الخطية. الخطية تفقد الإنسان سلامه، والسلام بيجي من عند إيه؟ ملك السلام، سلام الله الذي يفوق كل عقل. فالخطية تخلي الإنسان عايش في رعب، عايش في قلق. لكن الإنسان اللي عايش مع ربنا تلاقيه سعيد وفرحان ومطمئن. داود النبي يقول إن يحاربني جيش فلن يخاف قلبي، وإن قام علي قتال ففي هذا إيه، أنا مطمئن. جبت الطمأنينة دي منين يا داود؟ من عشرتي مع ربنا. أنا جربت الخطية وقعت فيها، وقول إيه، بللت فراشي بدموعي. لكن لما عشت مع ربنا بجد، عشت السعادة، عشت الطمأنينة، عشت الأمان. لكن الإنسان اللي بيحيا في الخطية تلاقيه إيه، في اضطراب. الإنسان اللي فقد سلام يقول لك لا سلام للأشرار قال الرب. فالناس اللي هم يحيوا في الخطية يبقوا إيه، خايفين ومضطربين. لكن الناس اللي تحيا مع الله تقول زي عروس النشيد، أنني أقوم في المدينة في الأسواق وفي الشوارع أطلب من تحبه نفسي. يكمل يقول وإن وجدته تقول أمسكته ولم أرخه. ده الإنسان اللي عايش مع ربنا. القديس الأنبا أنطونيوس له قول جميل كان قاله لأولاده الرهبان، قال لهم يا أولادي أنا لا أخاف الله. تعبير غريب شوية، فانزعجوا كده من التعبير، فهو لاحظ اندهشه. قال لهم أنا لا أخاف الله لأنني إيه،
أحبه. نحن نحبه إيه؟ لأنه أحبنا. فالخطية تفقد الإنسان سلامه، تخليه عايش في قلق، تلاقيه عايش في مرارة، تلاقيه عايش في رعب. لكن الإنسان اللي عايش مع ربنا تلاقيه سعيد ومبسوط، ما يخافش. دانيال وهو في جب الأسود ما كانش خايف لأن ربنا كان معاه. أيضا من ضمن الأضرار اللي تعملها الخطية فينا إنها بتسبب الحزن والكآبة. ممكن تلاقي واحد معاه فلوس كتير، ممكن تلاقي واحد شكله يبان إن هو مبسوط وسعيد، عنده كل الإمكانيات وعنده كل حاجة، بس مش عايش مع ربنا. تدخل جواه يقول لك أنا مش مبسوط، أنا مش سعيد، أنا مش فرحان. لكن ممكن واحد بسيط بس علاقته بربنا حلوة، تلاقيه بيضحك كده ابتسامة من القلب، نبع ايه؟ من مشاعر جميلة، نبع من علاقته بربنا. لما نلاقي الشعب الإسرائيلي وهم في السبي يقول لك ايه؟ على أنهار بابل هناك جلسنا فبكينا عندما تذكرنا صهيون. الأسر الروحي. الخطية تخلي الإنسان عايش في أسر، والأسير دايما تلاقيه حزين ومهموم. كمان الخطية بتسبب غضب الله علينا، واحنا شفنا ربنا لما غضب على سدوم وعمورة حصل فيها ايه؟ بسبب خطية أهلها. ولما آدم أخطأ ربنا قال له ملعونة الأرض ايه؟ بسببك. خطية تزعل ربنا مني. لكن لما الواحد يقعد مع ربنا وإنسان كويس تلاقي ربنا يبقى فرحان بيه. طيب تقول لي برضو أنا عايز أتوب، بس في عوائق وفي موانع بتمنعني من التوبة. أقول لك أول حاجة في العوائق ديت الشيطان بيحاربك ببعض العثرات. تلاقي واحد يقول وأنا ماسك الموبايل كده في حاجات بتشغل عيني شوية وبسرح فيها. أحيانا وأنا بتكلم مع صديقي ولا مع صديقتي ولا جارتي ولا حد، نقعد نتكلم نروح داخلين في خطية إدانة. أحيانا برجع من الشغل مضغوط ومهموم وتعبان، ألاقي نفسي اتنرفزت على زوجتي ولا على أولادي ولا الكلام ده. في محاربات، في حرب بتيجي عليك، في عثرات بتحاول انها ايه؟ تشغلك. ولكن الانسان اللي ماسك في ربنا مهما حصل ان يحاربني جيش فلن يخاف قلبي وان قام علي قتال ففي هذا انا ايه؟ مطمئن. الحرب للرب. الحاجة التانية من ضمن العوائق اللي بتمنع الواحد عن التوبة وبتعطله، احيانا الواحد بيقارن نفسه بمستويات روحية قليلة. تلاقي الواحد يقول ايه؟ يعني هي جت عليا، ما كل الناس اهي ماشية، كل واحد عايش حياته، ما فلان اهو، ما الجماعة بتوع الغرب دول عايشين حياة، ما الناس مش عارف كلها تايهة وكلها. طب ما ابص للناس الكويس، ابص للناس اللي عايشة مع ربنا بجد، ابص للقديسين اللي ربنا ادانا نعمة ان احنا نشوفهم ونعاينهم، اللي هم الشهداء اللي توفوا دول في ليبيا ولا استشهدوا في ليبيا، شباب بسطة حلوين واحنا محظوظين ان احنا شفناهم. والكتاب يقول انظروا الى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. شباب بسطة، كانش معاهم دكتوراه في اللاهوت ولا كانوا كده، كانوا ناس بسطة بس ايمانهم كان قوي، وكانوا ايه؟ ناظرين الى رئيس الايمان ومكملها الرب يسوع. عشان لما اتعرض عليهم انهم يستشهدوا كانوا فرحانين وسعداء. فنبص ليهم، نبص للدرجات العالية، ما نبصش لأي حد أقل. أحيانا من ضمن الحروب أو العوائق اللي بتأثر عليا في موضوع التوبة هي ضعف الشخصية شوية. أحيانا الواحد بينقاد للوسط المحيط بيه. تلاقي مثلا شاب في البيت أو بنت نفسه إن هو يصوم يوم الأربعاء الجمعة،
نفسه ان هو يحيا مع ربنا بجد، بس يلاقي البيت كله ما بيصومش. احنا في صوم العذراء مثلا تلاقي اسر مش صايمه، بس انا من نفسي اقول لا، مش مشكله، اكون انا الشمعة اللي في البيت، وبعد كده انا اكون بركة واكون نور للي حواليا. والكتاب يقول لنا لا تشاكلوا اهل هذا الدهر. اكون انا امشي كويس، اعمل اللي علي، ما اقولش ما كل حاجة او اتأثر بحد، لا. من ضمن العوائق اللي بتعوقني في موضوع التوبة التأجيل. اقول احنا لسه شباب، احنا لسه بدري علينا، طب نتمتع الأول بالحياة وبعد كده لما نكبر نبقى نشوف. لا، احنا بنشوف الموت ما فيهوش سن معين. نلاقي الإنجيل اللي بيتقرأ علينا يوم جمعة ختام الصوم بيقول يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم من مرة أردت أن أجمع بنيك كما تجمع الدجاجة فراخها ولم تريدوا. تلاقي فيه جملة تحذيرية في نهاية الإنجيل يقول إيه؟ لئلا يترك لكم بيتكم إيه؟ خراب. ربنا يحمينا في لحظة دون أن تدري تطلب نفسك. يا ترى في الوقت ده هنكون زي العذارى الحكيمات اللي كانوا مستعدات، ولا هنكون زي الجاهلات؟ يقول لك إيه؟ والمستعدات دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. يا ترى احنا هنكون زي مين؟ أما الجاهلات قعدوا ربنا ربنا افتح لنا، ده أنا كنت بودي عشوري للكنيسة، ده أنا كنت بساعد المحتاجين، ده أنا كنت خادم، ده أنا كنت تصوني، ده أنا كنت كذا. هل أنت مقدم توبة ولا لأ؟ وده نداء لكل واحد فينا. فمن أقوى الحروب أو العوائق اللي بتعوقنا إن احنا نحيا حياة التوبة هي إيه؟ التأجيل. كمان من ضمن عوائق التوبة البر الذاتي. تلاقي واحد تقول له بقالك قد ايه ما اعترفتش؟ تقول يعني مش كتير، 2 3 كده. طب ليه ما بتعترفش؟ اصل انا يا ابونا عنديش حاجه، ما بعملش حاجه، هم كلمتين كده بس وخلاص. فاهمه؟ لما تدخل جواه وتقعد تتكلم معاه تلاقيه بيعمل خطايا صعبه كتير، بس هو شايف نفسه ان هو ايه؟ مش محتاج للتوبه. يحيا في حياه البر الذاتي، شايف نفسه كويس. لكن الانسان المنسحق دايما يشوف نفسه انه محتاج للتوبه، زي في مثل الفريسي والعشار. دخل قال له اللهم إني أشكرك أنني لست مثل باقي هؤلاء الناس، أنا بعمل وبعمل وبعمل وبعمل. شايف نفسه كويس، البر الذاتي. لكن التاني دخل منسحق ومنكسر وبيقول لربنا إيه؟ اللهم ارحمني فإني خاطي. ويقول عنه الكتاب فخرج مبررا. لكن البر الذاتي ما يخليناش، بيكون عائق بيننا وبين التوبة. أنا واحد كويس، واحد تقول له ما بتروحش، يقول لك أروح للدكتور ليه؟ أنا كويس، أنا صحتي حلو. لكن واحد تاني يقول لك أنا مريض، أنا محتاج. طيب لما نيجي بقى الخطوات العملية للتوبة، نعمل إيه عشان نتوب؟ أول حاجة حاسب نفسك. يعني إيه حاسب نفسك؟ محاسبة النفس دي هي المراية اللي بشوف نفسي فيها، وبشوف نفسي على حقيقتها. وأرجوكم تداوموا وتكتروا من الأوقات اللي تقعدوا فيها تحاسبوا نفسكم، ليا وليكم، مش انتوا بس. أنا بكلم نفسي قبل ما أكلم حضراتكم. أقعد مع نفسي أفحصها كويس، وابتدي لما أفحص نفسي كويس ما جملش. ما جيش عامل ورقة كده أقول دي النوتة الروحية بتاعتي. الصلاة أروح معلم علامة صح، القداس أعلم صح، قراية الإنجيل أعلم صح. لكن في محاسبة النفس بقى في المراية بتاعتي بشوف نفسي كويس. أقول الصلاة اللي أنا علمت عليها صح دي، أقول هل أنا في الصلاة ليا قانون روحي بانتظام، ولا وقت ما بيجي لي مزاج أصلي؟ لا، مش بصلي كويس.
طيب في الصلاة بصلي وبيبقى عندي الذهن المنجمع وبقف برفع قلبي لربنا بخشوع، ولا هي شوية كلمات برددها من الإجبية وخلاص؟ مرايتي هي اللي هتقولي. أقول فرصة وإحنا في الصوم دلوقتي، هل أنا صايم بجد ولا شلنا الجبنة والبيض والحاجات دي وحطينا الفول والطعمية؟ هل قلبي صايم عن الخطايا اللي بعملها؟ هل حواسي صومتها ولا سايبها زي ما هي؟ وهو يوم زي الأيام، وهو 15 يوم ويعدوا، وابتدي أشوف نفسي في مرايتي. هل أنا لما أقرأ في الإنجيل كما لقوم عادة وهي قراية عادية وخلاص اسما عشان أعلم في النوتة الروحية بتاعتي، ولا بجهز نفسي قبل ما أقرأ الإنجيل وأبقى معايا كشكول كده وقلم وأطلع الآية اللي عجبتني واحفظها بالشاهد واخدها تدريب بتاع اليوم، وابتدي طول النهار دي البونبونايه اللي قاعده اتبسط بيها طول اليوم وارددها واكتبها في كشكول الايات؟ اقول لا، انا كده بقراش في الانجيل. وهكذا محاسبه النفس. هقول انا النهارده غضبت لما جه فلان اتعامل معايا، ما جملش نفسي واقول ايه، اصل هي لحوحه شويه، اصل اسئلتها مستفزه. اقول لا، انا يجب علي ان يكون بالي طويل، لازم ان انا احتمل. انا برضو يجب علينا نحن الاقوياء ان نحتمل ضعف الضعفاء، وابتدي بالملامه على نفسي. لكن لو جملت نفسي مش هتغير. فدي محاسبه النفس، من أول الخطوات العملية في التوبة محاسبة النفس. ولما حاسب نفسي أعمل زي الابن الضال لما بيقول رجع إلى نفسه، هي دي محاسبة النفس. محاسبة النفس لازم أقوم منها بقرار. هو قرر وقال كم من أجير في بيت أبي يفضل عنه الخبز وأنا هنا أهلك جوعا. أنا ليه حارم نفسي من الإنجيل؟ أنا ليه حارم نفسي من التناول؟ أنا ليه حارم نفسي من الصلاة بعمق؟ وابتدي أقول لنفسي، بعدها أخذ القرار، الآن أقوم وأذهب إلى أبي وأروح لأبويا الروحي وصفي حساباتي معاه وأخذ عهد مع ربنا وأقول إيه، خلاص أبتدي بقى في اللي جاي. من ضمن الحاجات اللي تساعدني في الخطوات العملية للتوبة، لا تؤجل التوبة. ما أقولش لا، ما لسه قدامنا بدري، ما لسه، لا طبعا لازم أبقى عارف كويس إنها ساعة الآن لنستيقظ، ما فيش فرصة. لازم ما أجلش، ما اديش نفسي فرص وأقول لا ما بكرة ما بعده، ما احنا بكرة نكبر، ما احنا بكرة نعمل، لا طبعا. من أصعب الحاجات اللي بتواجهني وبتضعفني إن أنا أقوم وأتوب اليأس. لا تيأس، لا تيأس. عندنا تاريخ الكنيسة مليان قديسي التوبة كتير كانوا في حالة أصعب من اللي احنا فيها. ما أقولش أنا ما فيش فايدة فيا، صدقني يا أبونا كل ما أروح أعترف لأب اعترافي بنفس الخطية وبنفس الضعف وبنفس الخطية اللي تعباني وكسفاني وأسراني، أنا مفيش فايدة فيا. أقول لا، لا تشمتي بي عدوتي، لأني إن سقطت أقوم وإن جلست في الظلمة فالرب إيه؟ هو نوري. أحكي لكم حاجة على موضوع اليأس دوت، وإن ربنا قد إيه بيبقى حابب إن إحنا نرجع له حتى لو كان في حد ممكن بضعف يحبطني. في قصة جت في بستان الرهبان عن راهب شاب راح لأبوه الروحي وقال له يا أبونا أنا أفكار النجاسة وعدم الطهارة بتحاربني كتير. فقال له طيب صلي كتير وصوم فترات طويلة. حاضر. رجع تاني قال له طب اعمل مطنيات. رجع تالت. المهم مرة في مرة ابتدى أب اعتراف اتضايق منه الشيخ الكبير ده، فقال له رد صعب قوي. قال له ايه؟ قال له بص أنا شايف إن أنت
تسيب الرهبنة، انت لسه شاب، وتنزل العالم وتتجوز. هو يعني كل اللي في الدير بس؟ ما الكتاب قال التزوج خير من الطهارة. انا شايف ان انت مش تقدر تعيش معانا وتمارس حياتك كراهب وتمتنع عن الامور دي. فزعل واكتئب وقال له اديني فرصة. قال له الحكاية فيهاش فرصة. قال له ليه؟ قال له انا شايف ان انت مش قادر تحتمل القعدة في الدين، فاحسن حاجة تلحق نفسك وانت لسه شاب وتنزل العالم وتتجوز تعيش حياة كويس. فقال له يعني مفيش امل؟ قال له لا مفيش امل. فرجع قال ليته حزين وزعلان وقال ايه، ما انا لو كنت كويس كان القديسين الحلوين بتوع الدير دول كانوا قبلوني وسابوني اقعد في وسطيهم. ولما عزاله جه بالليل كده عشان ما حدش يشوفه ونازل للعالم عشان ايه؟ يمشي. ربنا نبه واحد من القديسي البرية اسمه القديس أبولو بقصة هذا الراهب الشاب. فقابله بالليل كده وهو نازل، قال له رايح فين؟ فالتاني اتخض، ده انا نازل بالليل عشان ما حدش يشوفني. قال له اب اعترافي اداني ارشاد روحي. قال له ايه هو؟ قال له ان انا انزل العالم واتجوز. قال له تتجوز؟ هو في راهب بيتجوز؟ قال له ما. قال له لا 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 لا، ارجع لقليتك وتوب وصلي كتير وامسك في ربنا، وانا هطلع اشفى فيك عند ابوك الروحي. فرجع وقال له، لقى بقى الراهب الكبير ده قاعد مش قادر يقعد في القلاية وتعبان في اليوم ده. فقال له مالك؟ بس القديس أبولو هو طالع له صلى صلوة غريبة لربنا. قال له ايه؟ يا رب ارفع الحرب من على الراهب الشاب الضعيف دوت واديها للشيخ الكبير، خلينا نشوف شطارته. فطلع لقاه في حالة صعبة مش قادر يقعد في القلاية. فقال له مالك؟ فقال له صدقني أنا ليا سنين طويلة في الرهبنة لم أحارب بالزنا. قال له لكن الليلة دي مش قادر لدرجة ان انا مش قادر اقاوم، مش قادر اقعد في قلايتك. فبما معناها قال له ايه؟ احسن. قال له ليه بتقول كده؟ قال له عشان انت افتكرت انك بقوتك وتقواك انت محمي من الضعف ده وقطعت رجاء ابنك الصغير. قال له ايوه انا عرفت خطيتي جت منين. طب اعمل ايه؟ ده هو قال له لا، انا طلبت منه يرجع قليته ويقدم توبة. أنا بحكي لكم القصة دي ليه؟ مهما كانت حالتي صعبة، مهما كنت يعني واقع في خطايا صعبة، ولكن باب التوبة مفتوح لكل واحد فينا. ربنا هو بينادي علينا بيقول لنا كده ارجعوا إلي أرجع إليكم. هو ربنا احنا بنكلمه بكلام ونقول له لأنك لا تشاء موت الخاطئ ايه مثلما يرجع ويحيى. دي كانت النقطة الثانية، خطوات عملية للتوبة. تابع الجزء الثالث والأخير، ثمار وبركات التوبة.